بعد غياب دام لمدة 5 سنوات بعيدا عن السينما، آخر مشاركة ليه في فيلم الكنز سنة 2019، والفيلم اللي كان من إخراج المخرج الكبير شريف عرفة، اللي خلانا نشوف الفنان محمد سعد بشكل مختلف تماما عن اللي تعودنا وكنا متعودين عليه، بشخصية بشر الكتاتني اللي شفنا فيها محمد سعد الممثل التقيل الجامد كالعادة، مش محتاج كلام، عشان خلال الفترة الأخيرة تطلع أخبار عن عودة الفنان والنجم الكبير محمد سعد للسينما مرة أخرى بفيلم جديد، وهو فيلم الدشاش. وده اللي احنا جايين نتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. معاكم أخوكم إسلام، ويلا بينا نبدأ. اهلا بيكي في عالم الدشاش. تعالوا نبدأ كلامنا عن الفيلم ونتعرف فيه عن فريق العمل والأبطال المشاركين في فيلم الدشاش. طبعا مع حفظ الألقاب للجميع، الفيلم من بطولة محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، وعدد آخر من الفنانين اللي هنشوفهم خلال وقت وفترة الفيلم. تعالوا في حاجة نتكلم فيها، إن ده بعد غياب 16 سنة جمع فيها محمد سعد وزينة في فيلم واحد في السينما، وهو كان فيلم بوشكاش اللي اتعرض في 2008. وفيلم الدشاش من تأليف جوزيف فوزي ومن إخراج سامح عبد العزيز. تعالوا دلوقتي نتكلم عن قصة الفيلم. أول حاجة هنتكلم فيها إن إحنا في الفيلم ده هنشوف محمد سعد بعيد تماما عن الكوميديا اللي تعودنا عليها في أغلب أفلامه والأدوار الكوميدية. بنشوف فيه شكل محمد سعد مختلف تماما، الدقن والشعر اللي شايله، الشكل المختلف والملامح الحادة القافش اللي بتخلينا نشوف إن بعيد عن الكوميديا. ممكن يبقى فيه جزء من الكوميديا، بس مش هتكون الكوميديا اللي مسيطرة على محمد سعد او الشخصيه خلال الفيلم. ايه يا ابني؟ ايه يا منى؟ الواد ده بيمسك ايدك؟ والله عمره ما عملها. امال ليه بيمسك ايد مراته؟ بتدور شخصيه محمد سعد في فيلم الدشاش يظهر في دور شخصيه حاده جاده، حاده الطباع وجاده في الشخصيه. انت ايه؟ انا الدشاش. وان هي بتتعرض للعديد من المشاكل اللي بتواجهه، وانه بيتعرض لاحداث هتقلب حياته رأسا على عقب. يا رب افتح لي بقى برحمتك يا رب، افتح لي يا رب، ولو ليهم حق عندك اديهولهم. تعالوا دلوقتي نتكلم عن موعد عرض فيلم الدشاش. كان اعلن منتج الفيلم محمد الرشيدي ان الفيلم هيتعرض اول يناير سنة 2025، يعني الشهر الجاي يعتبر. بس نكون كده وصلنا للنهاية. دي أبرز المعلومات والتفاصيل اللي موجودة عن فيلم الدشاش. طبعا الجدل الكبير اللي سمعناه خلال الفترة الأخيرة، المخرج والمخرجين والكلام عن محمد سعد وكده، أنا ما حبيتش أتكلم عن كل ده أو أتكلم ده في الحلقة. حبيت أتكلم عن الفيلم والشخصية ودور محمد سعد، اللي أتمنى إن الفيلم ده يكون هو عودة محمد سعد النجم الكبير، النجم اللي عشنا على جيله هو محمد هنيدي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز، والجيل الكبير اللي مكمل معانا لحد النهارده. فانا اتمنى ان الفيلم ده يكون هو عوده محمد سعد للسينما بقوه، حتى لو القصه بسيطه، السيناريو والحوار بسيط، بس نشوف حاجه، نشوف احداث، نشوف حاجه، نخرج نقول محمد سعد رجع وقدم حاجه تستحق تكون هي بدايه الطريق اللي يبني عليها. ونشوف محمد سعد كل سنه يعمل فيلم واتنين، نشوفه في رمضان. بعيدا تماما عن المسلسل اللي شفته، انا مش فاكر كان في رمضان اني، بس هو المسلسل اللي كان اسمه اكسلانس، حاج اكسلانس. انا المسلسل ده كنت منه 13 حلقه اول 13 يوم في رمضان وما قدرتش اكمل. والله كنت بخش المسلسل ده انا اتفرج على محمد سعد، مع انه ما كانش لا في قصه ولا في حوار ولا في اداء ولا في اي حاجه ولا في احداث ولا انت هتوه. قلت هكمله بعد رمضان، لحد دلوقتي مش قادر اخش اكمل. هم 13 حلقه بالظبط وما كملش المسلسل. فاتمنى فيلم الدشاش يكون هو عوده محمد سعد ويحقق نجاح كبير، نقول محمد سعد وبيقول لنا ان هو راجع. بس كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. فلو عجبتك ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناه، فعل زر الجرس عشان اول ما الحلقات الجديده تنزل توصل لك اول باول. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه. سلام. مش الدشاش اللي اتهت من جرداته. شفت بلطجه كده قبل كده؟ اعيش ازاي؟